ازيكم؟ ازاي اخلي ابني يحب المذاكره؟ ايه ده، هو ممكن يحبها؟ بيني وبينكم لا. ليه طيب؟ لان الطفل بطبعه ما بيحبش يكون عليه قيود والتزامات، والمذاكره بتخليه يلعب وقت اقل، ومعظم اليوم بيقضيه بين كتابه الواجب والمذاكره. ولكن معانا بعض النقاط النهارده لو عملناها هتخفف حده الموضوع شويه، وتخلي الطفل مش متقدر وهو قاعد يكتب الواجب، وتخلي الوقت الى حد ما لطيف. النقاط اللي هنقولها النهارده تنفع لحد سن 11 او 12 سنه. السن اللي بعد كده هيبقى عايز تحفيز ذاتي، او هو من جواه يقوم يذاكر، وده هنقوله في فيديو منفصل ان شاء الله. اول نقطه التهيئه قبل الدراسه ما تبدا. اقعد معاه وايا كان سنه اقول له انت داخل ما شاء الله، انت كبرت وداخل سنه اولى، وسنه اولى دي سهله جدا وممتعه وجميله، بس لو تعاوننا مع بعض وكتبنا الواجبات اول باول. اقعد معاه واحط خطه اليوم الدراسي بعد ما يرجع من المدرسه هتمشي ازاي. انا ادي الاختيارات كلها متاحه بالنسبه لي، زي مثلا تحب تاكل حاجه خفيفه اول ما ترجع من المدرسه وتكتب الواجب، ولا تحب تتغدى اول ما ترجع من المدرسه؟ تحب تنام ساعه وتصحى تكتب الواجب، ولا تكتب الواجب على طول وبعدها تنام بالليل؟ انت لما بتعملي كده مع الطفل بيحس ان الموضوع في ايديه، وان هو الاختيارات اختياراته، وده مش هيسبب له ضغط. الحاجه الثانيه، ما ينفعش اول ما يرجع من المدرسه تبقى مستنياه ورا الباب خبط لزق كده على ايه، على المذاكره والواجبات، تقولي يلا بسرعه بسرعه، ده انت عندك واجبات كتير، انت عندك مذاكره، انت عندك دروس، انت عندك. لا، ما سيبيه يفصل شويه. ويا سلام بقى لو تخلي الدروس بعد المدرسه كمان ساعه، يعني اجليها ساعه لحد بعد ما يستريح شويه. ادي الطفل نص ساعه بعد ما يرجع من المدرسه يفصل فيها، يعمل اللي هو عايزه. في اطفال وخاصه الحركيين بيحبوا جدا يتنططوا ويلعبوا، يعملوا اي حاجه فيها حركه، لانهم بيبقوا طول اليوم في المدرسه قاعدين مقيدين، فبيرجعوا البيت بيبقى جواهم طاقه رهيبه عايزين يخرجوها. في طفل تاني بيحب يقعد ما بيعملش اي حاجه. سيبي ابنك او بنتك يعمل اللي هو عايزه بعد ما يرجع من المدرسه، سيبيه بلبسه زي ما هو، سيبيه بحاله، سيبيه زي ما هو يقعد يفصل تماما، ويسيب اللي في المدرسه ويستقبل بقى اللي مستنيه في البيت. وده هياخدنا للنقطه الثالثه. ما ينفعش اول ما يجي من المدرسه يتفرج على التلفزيون او التليفون. ليه بقى؟ لان احنا هنستخدمهم بعد كده كحافز للمذاكره. يعني انا هقول له لما تخلص واجباتك ومذاكرتك هتقعد قدام التلفزيون نص ساعه، فانا لما يجي من المدرسه يتفرج على التلفزيون فخلاص مش هيبقى في حافز بالنسبه له ان هو يقوم ويخلص الواجب. النقطه اللي بعد كده يبقى في منافسه وحافز بعد اليوم، بعد المذاكره، بعد انتهاء اليوم. يعني ايه؟ يعني انا هقول، ودي هتبقى حلوه قوي لو في كذا طفل في البيت، هقول المذاكره مثلا هتخلص الساعه 8، واللي هيخلص واجباته ومذاكرته الساعه 8 دي حاجه حلوه، او ليه شوكولاته، واللي مش هيخلص هتتشال لتاني يوم. بس في النقطه دي اراعي حاجه مهمه جدا، انه ابقى عارفه ان الوقت كافي ان الطفل يخلص واجباته ومذاكرته. ما ينفعش الطفل يبقى عنده واجبات ومهام اكتر من الوقت، وانا اضغطه وهو حبيبي ايه مضغوط اصلا من المدرسه، يعني ما يعرفش يخلص كل اللي عليه. النقطه رقم 5، افعل اسلوب الجرس. يعني ايه؟ ودي بتبقى حلوه قوي مع الاطفال سن حضانه، اولى ابتدائي، ثانيه ابتدائي. الطفل ما ينفعش يقعد ساعه كامله يكتب او يذاكر، يكتب واجب او يذاكر، لازم يفصل. فهو اخره ربع ساعه او ثلث ساعه على حسب استيعابه. فانا هقول له انا هظبط التليفون، واول ما يرن انت هتقوم، فيلا بقى ننجز ونحاول نخلص اللي علينا قبل المنبه ما يرن. هو الطفل هيبقى عايز يخلص، وهيربط دايما ان انا هفضل قاعد على الكتاب لحد المنبه ما يرن. النقطه السادسه، نوعي اسلوب المذاكره. نوعي اسلوب المذاكره، مش لازم المذاكره النمطيه اللي احنا متعودين عليها، ان انا اكرر والطفل يردد ورايا، ان انا اقول والطفل يردد ورايا. راعي الفروق الفرديه لاولادك. في طفل الاسلوب ده حلو جدا لو عنده ذكاء لغوي، الاسلوب ده حلو جدا بينفع معاه، اللي هو انا احفظه، انا اقول وهو يقول ورايا فهو بيحفظ تمام. في طفل تاني اللي هو لو بصري بيحب الصور، بيحب يتفرج على صور علشان المعلومه تثبت في ذهنه. في عن طريق قصه، ممكن قصه تحكي له قصه، تغني له اغنيه، تشرحي له الدرس عن طريق اغنيه، في فيديو، في حاجات كتير جدا. نوعي الاساليب، مش لازم الاسلوب اللي انت متعوده عليه، الاسلوب اللي يحب الطفل مش اللي انت تحبيه. النقطه اللي بعد كده، ركزي على ايجابيات الطفل، ما تركزيش على سلبياته. ما تركز عليه يزداد. انت لو ركزتي على سلبيات الطفل هتفضل زي ما هي ومش هتتغير، لكن لما تاخدي حاجه صغيره هو عملها وتكبريها هيتحسن واحده واحده. يعني ايه؟ يعني مثلا الطفل خطه وحش وبيكتب الواجب بالعافيه وحالته حاله، شوفي يا ستي حرف واحد، شوفي كلمه هو كاتبها حلو وقولوا ما شاء الله خطك اتحسن قوي، انت كاتب حرف الجيم حلو.
يلا بقى ايه رايك نحاول نكتب باقي الحروف زي حرف الجيم، اتلككي علشان تشوفي حاجه حلوه ليه وتكبريها. فهو كده هتديله ثقه بنفسه، وهو هيبقى عايز يحسن من نفسه ويطور من نفسه علشان يبقى ايه، يبقى كويس قدامك وعلشان تمدحيه تاني. النقطه اللي بعد كده، مش لازم خالص الطفل في سن صغير، وهو في سن صغير لحد مثلا تانية ابتدائي، مش لازم يخلص واجباته. يعني ممكن تكون واجبات كتيره عليه جدا، بعد المدرسه بتدي واجبات كتيره فعلا على الولاد، مش لازم يخلص كل واجباته. المهم هو في مرحله دلوقتي ان هو يحب المدرسه، مش ان هو اكتر من هو يتعلم. هو في مرحله يحب المدرسه اكتر من ان هو يتعلم. يعني ما تضغطيش عليه علشان يكتب كل الواجبات، علشان يحفظ كل حرف اخده في المدرسه. هو ممكن الطفل يكون ماشي كويس جدا وبيكتب الواجبات، يجي فتره كده تلاقيه مش قادر يكتب، هو خلاص هو قفل. فانت ما تضغطيش عليه، لان انت لو ضغطتي عليه ده يعني خلاص، هو ده انت بتكرهيه في المدرسه، بتكرهيه في كتابه الواجب، بتكرهيه في حاجات كتير. فانت لما بتضغطي عليه انت ما بتديهوش فرصه ان هو يرجع تاني. هو طبيعي يحصل ملل في النص، يحصل فتور في النص، ده بيحصل لنا احنا الكبار. فادي الطفل فرصه ان هو ياخد وقت. مفيش مشكله لما يوم يومين ثلاثه يكتب نص الواجب، يجي مره ما يكتبش خالص، حفزيه باساليب مختلفه. ولكن لو لقيتيه خلاص مش قابل، سيبيه. هو احنا دلوقتي عايزين نحببه في المدرسه اهم من ان هو يخلص كل اللي عليه، ونخلي المدرسه بالنسبه له تجربه كويسه مش تجربه مؤلمه. لو جربتوا طرق مع اولادكم ولقيتوها كويسه اكتبوها لنا في التعليقات. السلام عليكم.